مشاهديني ومشاهداتي الأعزاء، متابعيني الأعزاء، وسعدتم مساء أينما كنتم، وأبارك لكم السنة الجديدة. كل عام وأنتم بخير. هذا البرنامج يجي ضمن سلسلة برامج ما يجري في سوريا، وموضوع حلقتنا اليوم، برنامجنا اليوم، وحول موضوع النساء، التحديات اللي تواجهها الحركة النسوية والمخاطر في سوريا الجديدة. وضيفتي لهذا البرنامج هي الأستاذة رويدة كنعان. أهلا وسهلا بك أستاذة رويدة، شكرا جزيلا، وأنا ممتن جدا أنه قبلتي دعوتي لهذا البرنامج، مع أنه اثنيناتنا مرضانين ولكن مع هذا وفينا بوعدنا، وانا جدا ممتن لك انك ملتي هالفرصه هاي تكوني معنا بهالبرنامج. شكرا. شكرا كتير لك وسلامتك إن شاء الله. كنا عم نحكي امبارح ونحن كنا كتير مرضانين، وبحب أقول كمان لكل اللي عم يشوفونا نساء ورجال بأي منطقة كنتوا، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله السنة الجديدة 2025 تحمل تحقيق لأمنيات كنا ناطرينها من زمان. شكرا. طبعا أعزائي المتابعين والمتابعات، الأستاذة رويدة كنعان هي صحفية وناشطة سياسية نسوية من سوريا. كانت من ضمن المعارضين أو ناشطة معارضة ضد نظام بشار الأسد، اعتقلت كذا مرة، يمكن 3-4 مرات في سوريا. وأخيرا طلعت أو لجأت من سوريا إلى فرنسا. أتصور ست أستاذة رويدة، صح؟ فرنسا؟ بداية لتركيا وبعدين على فرنسا. أوكي، من 2014. والآن هي ناشطة أيضا في ضمن حركة السياسية النسوية السورية. يعني طبعا أتمنى يكون حوارنا مثمر، ولكن هاي بداية بس لتعريفك أستاذة رويدة. إذا نسيت شيء ممكن تعرفين بنفسك للمتابعين. شكرا كتير لإلك وللقناة على الاستضافة. أنا رويدة كنعان من سوريا. رويدة بالسوري يعني الهدوء، اللي احنا لما بنقول بنسمع بالأخبار رويدا رويدا، فهذا أها. اسمي الهدوء. لكن بالمعنى الإنساني هو بيكون الحنان. لكن أنا أها. بطبعي هادية، أها. فبينطبق شوي اسمي على صفاتي. أها. يعني أنا دايمًا باحب أعرّف عن حالي بإني أنا ناشطة سياسية نسوية أو نسوية سياسية، باشتغل بمجال الصحافة. لكن حتى إذا بدي أحكي بتفصيل أكتر ليش أنا باقول ناشطة سياسية وليش باقول ناشطة نسوية، هي ما كانت بالصدفة. يعني هي الصفات ما باعرف إذا في مساحة أحكي إنه نشاطي أها. السياسي أو نشاطي النسوي أبدًا ما إجا بالصدفة، إجا بعد اختبارات عملية على الأرض لحتى أنا أها. تبنيت يعني هاي الصفة بجنب اسمي. أها. أنا طبعا فأنا نعم، تفضلي. يعني أنا باتذكّر مثلًا بال2011 لمّا بلشت الثورة. بداية 2011 أنا قررت إنه بدي آخُد يعني هذا الخط المُعارض للنظام، مع العلم إنه أنا باعرف كل التحديات، يعني باعرف كل الاحتمالات بإنه أنا ممكن أُعتقل والّا ممكن موت والّا كلنا كسوريين وكسوريات لمّا شاركنا بهي الثورة كان عندنا هي الاحتماليات. لكن من شهر 3 2011 لتقريبًا شهر 11 أنا كنت بانشط، يعني باطلع مظاهرات، بخ على الحيطان، هيدا النشاط الثوري. لكن صرت أشوف إنه نشاطنا غير منظم، نشاطنا غير مؤطر. أها. فوقتها قريت أكتر ومن خلال تحليلاتي اكتشفت إنه منيح إنه نتأطر أو نشتغل ضمن مجموعات سياسية. فوقتها إنه قررت إنه أنا أكون ضمن تجمع سياسي ما. فمن أها. وقتها بلشت إنه أنا ناشطة سياسية، أنشط أها. بالمجال السياسي. نعم. غير نشاطي الثوري أو خلّيني أقول نشاطي السياسي هو بده يأطّر نشاطي الثوري.
بعدين باتذكّر بالآخر 2011 كان في دعوة لمجموعة من النساء السوريات، النسويات اللي كانوا سابقًا بسوريا، يعني أنا ما فيني أدعي إنه النسوية بسوريا هي وليدة 2011، أنا نعم. ناشطات نسويات من العشرينات، من اهم. السبعينات عم ينشطوا، فأنا كتير استهجنت الفكرة إنه واو! عم تحكوا هلّأ عن حقوق المرأة ونحن لسه ما سقطنا النظام، هي الحالة الثورية اللي بتصير ببداية الثورة. نعم. بعدين لمّا دخلت على السجن وشُفت يعني أنا دخلت على السجن متل ما أنت قُلت كذا مرّة، في مرّة كانت تبع شهر، نعم. فشُفت نساء من خلفيات مختلفة، من طبقات اجتماعية كتير مهمّشة، اهم. يعني أنا أعتبر من الطبقة الوسطى، ف ف وهذا بالاعتقال التاني اللي كان يعني مدته قليلة، بالاعتقال التالت اللي كان مدته أطول، صرت على احتكاك يومي مع نساء مشكلتهم ما كانت مع النظام الاستبدادي، يعني أنا مشكلتي لمّا باطلع مظاهرات عم أقول الشعب يريد إسقاط النظام، أنا مشكلتي نعم. مع نظام استبدادي، لكن أنا بالضبط. لمّا حكيت مع شرائح كبيرة من النساء مشكلتهم أبدًا يعني إلها علاقة النظام الاستبدادي لكن ما كانت مباشرة، مشاكلهم إلها اهم. علاقة بالمجتمع، مشاكلهم إلها علاقة بالعادات، بالتقاليد، القوانين الموجودة عندنا بسوريا هي قبل نظام البعث وبعد نظام البعث، إمم. فإنه حسيت إنه لأ القضية النسوية هي قضية جذرية بسوريا، وهي مرتبطة بالأنظمة وبالمجتمع وبالعادات وبالدين، مرتبطة بكتير تفاصيل فبدها تعمُّق أكتر، فأنا طلعت من السجن وأنا مقررة إنه أنا هي قضيتي الأساسية حتصير، لإن اهم. هي اهم. هي مدخل هي مدخل آه، مدخل جميل جدًا، مدخل يعني مهم جدًا للحوار. أنا طبعًا تقريبًا رحتِ على أسئلة أنا أريد أسألها إلِك من خلال البرنامج. وطبعًا يعني اللي ثار انتباهي كتير تسمية بالحركة السياسية النسوية في سوريا. وطبعًا أنا أريد يعني أسمع أكثر عن الحركة وبرامجها ومخططاتها وخططها أو مثلًا أساليب عملها. ولكن اللي أثار انتباهي إنه عادةً ما إحنا الناشطات النسويات أو الحركات النسوية تعتبر نفسها منظمات جماهيرية ما إلها دخل بالسياسة. أو منظمات جماهيرية فيما يسمى بالمجتمع المدني، وهاي صيغة منظمات المجتمع المدني وNGOs اللي صايرة موضة هالأيام. بس شُفت إنه يعني أثار انتباهي إنه كلمة السياسة تيجي مع النسوية، وهي مو مسألة يعني عادية. إحنا كان عندنا في السويد في وقتٍ ما لا زال هذا الحزب موجود، الfeminist initiative أو المبادرة النسوية في السويد، ولكن تعتبر من التجارب القليلة والنادرة في العالم إنه في حزب سياسي معين تحمل صفة النسوية وتعتبر نفسها حزب سياسي لأجل مثلًا المشاركة بالسلطة أو حتى الوصول للسلطة والحكم. إيه. فيعني صرت يعني أكثر اشتياق إنه أعرف أكثر عن الحركة السياسية النسوية السورية، برنامج الحزب أو الحركة أو خطط الحركة، وشنو هي الأساليب التعبوية اللي تستخدموها لأجل تعبئة الجماهير كحزب سياسي؟ اهم. آآ بدايةً كتير منيح إنّك بلّشت بالحركة السياسية النسوية اللي أنا عضو فيها وأنا بافتخر إنه أنا من مؤسسات الحركة السياسية النسوية السورية. لكن كمان بالنسبة للعالم نميّز لإنه نحن أحيانًا بنحكي عن الحركة النسوية السورية، الحركة النسوية السورية هي حراك شامل بيضم نعم. منظمات وأفراد نساء ورجال مدافعين عن حقوق النساء بسوريا، وفي عندنا الحركة السياسية النسوية السورية اللي هي حركة تأسست بعام 2017. نعم. آآ الحركة السياسية النسوية يعني لمّا تأسست بمؤتمر بباريس، كنا تقريبًا 27 أو 28 امرأة اللي شاركنا بالتأسيس، كانت هي رَد فعل على إمم. تهميش النساء، لأن نحن بنشوف يعني أنا واحدة منهم والنساء اللي كانوا موجودات وكتار ما كانوا موجودات لأن هي صارت بباريس وكنا مضطرين لعدد قليل، نحن شاركنا بالثورة من بداياتها.
يعني نعم، بعملية التغيير يلّي كانت عم تصير بسوريا شاركنا بكل القطاعات، يعني نحن كنا على الأرض، كنا يعني موجودات، لكن لمّا تحوّلت الثورة من ثورة سلمية صراع مسلح متل ما بيصير بكل دول العالم، نعم، تُحيّد النساء أو بترجع لورا. لكن لمّا كان عم تصير اجتماعات هيئة المفاوضات السورية وعم يصير يعني عم يتجهّز لهيئة المفاوضات، وصار مؤتمر رياض 1 اللي هو إمم، نتج عنه الهيئة العُليا للمفاوضات. كانوا النساء بينعدّوا على الأصابع 2، 3 إنه خير، يعني خير إن شاء الله، ليش حتى يكون في 100 رجل و2، 3 نساء. لمّا كان بده يصير ينعقد المؤتمر رياض 2 لحتى تتوسّع هيئة المفاوضات السورية، نعم، فعملنا الحركة وقررنا إنه نحن هدفنا الأساسي إنه نعم، وجود النساء بمراكز صنع القرار كلّها. هلأ بهديك المرحلة كنا مهتمين أكتر ال ب بهيئة المفاوضات، باعتبار إنه هي اللي عم بتفاوض على يعني على البلد، على بناء البلد. يعني وقتها كنا متوقعين إنه هذا النظام يمكن ما ينحد من وجوده أو يسقط غير عن طريق المفاوضات. نعم، فهذا السبب الأساسي لوجود الحركة. هلأ إذا بدي أحكي عن الحركة نفسها، الحركة هي فيها سوريين وسوريات، هي ليست مقتصرة على السوريات، على النساء، هي فيها رجال ونساء، إمم، فيها مثل أي حزب آخر يعني. آآ تمامًا. وهي في هلأ ما فيني كمان أقول متل حزب، مانا متل حزب آخر، إنه هي ما إلها خلفية إيديولوجية معيّنة. يعني أنا نعم، ما باقول النسوية هي إيديولوجية، يعني نحن عندنا يعني بالحركة عندنا نسويات ونسويين من خلفية ليبرالية، نسويات ونسويين من خلفية يسارية، نسويات ونسويين من خلفية مسلمة، اهم، ما راح أقول إسلامية متطرفة، لكن م م ممكن يكون ما عندهم خلفيات سياسية، ممكن يكون اهم. يعني يعني هي فيني أقول بيصلّوا بيصوموا عادي مثل بقية ال آه، يعني حتى يعني ممكن يكونوا هن يعني محافظين، ما بدي أقول يعني محافظات ومحافظين. اهم، يعني خلّيني أقول لك الحركة هي اللي بتضم نساء ورجال من اليمين لليسار، لكن اهم، نحن بيجمعنا كلّياتنا إنه نحن متفقين ومتفقات على المساواة بين المرأة والرجل، على ضرورة وجود النساء بجميع مراكز صنع القرار، ضرورة تمكين النساء، وضرورة العمل على يعني على كل الملفات. يعني نحن مثلًا ما بنشتغل، نحن كحركة ما بنشتغل فقط على موضوع النساء بالذات، أو منظورنا لموضوع النساء مختلف، لأن نحن مثلًا بالحركة اشتغلنا مثلًا ورقة عن هيئة الحكم الانتقالي من وجهة نظر النساء السوريات ومن وجهة نظر نسوية، اهم، اشتغلنا على الدستور من وجهة نظر السوريات ومن وجهة نظر نسوية، يعني اشتغلنا كتير أوراق، وهي الأوراق بيشتغلها الفريق التشاوري، المشاورات الوطنية، وأنا واحدة من هذا الفريق. هاي الأوراق اشتغلنا على الدستور، اشتغلنا على العقد الاجتماعي، اشتغلنا نعم، على هيئة الحكم الانتقالي، اشتغلنا على الاقتصاد بسوريا، نعم، اهم، فاشتغلنا على الانتخابات، اشتغلنا على نظام إدارة الدولة، يعني هي مركزية أو لا مركزية أو وين هي بدها تكون، اشتغلنا على نظام الحكم برلماني والّا رئاسي والّا مختلط يعني نحن بنشتغل على كل الملفات، لكن من وجهة نظر نسوية. نعم، فهذا باشوفه أكتر شي بيميز الحركة. شو خططنا للمرحلة السابقة؟ حقيقةً خلّيني أقول لك بإنه سقوط النظام كان كتير مفاجئ للكل، مش بس للحركة، أكيد. مفاجئ لكل السوريات والسوريين، حتى للناس اللي كانت هي يعني حتى للفصائل اللي حتى الجولاني أتصور حتى الجولاني كان مفاجئ. الجولاني نفسه، حتى لأحمد الشارع نفسه باتخيّل كان مفاجئ لإله. نعم، ف فيعني إنه هلّأ أقول لك إنه عندنا خطة لمستقبل سوريا، هذا الحكي يعني لساتنا بعدنا، يعني نحن باجتماع دائم بالحركة، بنقاش دائم بالحركة، لكن يعني نحن بعدنا هلّأ متل يمكن كل السوريين والسوريات طلعنا من نشوة النصر. لإن إمم، ما كان بالنسبة لإلنا، كان اللي عم يصير هو حلم، حلم حرفيًا، ماني عم أمزح. يعني بالنسبة للناس يمكن اللي عم يسمعوا على قناتك هن غير سوريين وسوريات، بس بالنسبة لإلنا إنه سقط الأسد
إنه أنا شخصيًا أخَد معي أسبوعين 3 وأنا عم أقول معقول هاد حلم جماعي، معقول بكرة نصحى يكون ما يعني يكون هذا الشيء مانو طبعًا حقيقي؟ طبعًا أنا من الناس والعراقيين ما يتعجبون من هالإحساس هذا، أنا عِشت نفس الحلم وعِشت نفس الأوضاع، وبعدين عِشت الكابوس أيضًا، يبدو إن الكابوس باقي بعد إمم. نشوفه بسوريا أتمنى ما نشوفه، يعني لكن متمنى شفنا الحلم وشفنا الكابوس، نعم، يعني بنتمنى يعني خلّيني أقول لك إنه عارفة منيح التجربة العراقية من خلال قراءاتي ومن خلال تجارب الصديقات والأصدقاء اللي عم باحكي معاهم. يمكن بسوريا هلأ ما بنعرف، يمكن من الأسئلة الجاي رح نحكي عن هذا الموضوع، لكن نعم، بسوريا ما بنعرف وين رايحين، بس خلّيني أقول لك بشكل عام إمم، الجهات الفاعلة بسوريا سواء مجتمع مدني أو سياسي هم متفائلين، هو بس إمم، هذا التفاؤل الحذر، الكل حذر، الكل حاطط تجربة العراق بخلفيته، تجربة تونس، تجربة لبنان، تجربة ليبيا، يمن، ليبيا، اليمن، السودان، إنه هي تجارب قريبة ما تجارب بعيدة، يعني أبعد نعم، شي يمكن هي العراق بتروح للألفينات، لكن كلّه بعد ال2011 فنحن كل نعم، هاي التجارب هي موجودة براسنا، قرينا عنّا، عرفناها، وبالذات نحن السوريين والسوريات اللي طلعنا على المهجر إمم، احتكينا مع ناس بشكل مباشر من دول من هي الدول، فنحن أو يعني حذرين جدًا إمم، من هذا الموضوع، ويمكن حتى القيادة السورية إذا بدّك، يعني إمم، إنه ويمكن هاد سؤال مبكر، حتى القيادة السورية عارفة هي التجارب وحذرة، يعني اهم، مثلنا كل السوريين هيك ماشيين على يعني بحذر أطراف شديد، أصابعهم، إمم. وما بدنا نتنبأ بالمستقبل، بس هذا الحذر ضروري هاي الفترة. أوكي. آآ يعني الوضع كان مفاجئ، ولكن الحركة السياسية أو الحركة السياسية النسوية السورية أكيد عندها يعني vision أو منظور للمستقبل، يعني مثلًا كيف ممكن نقول إنه أهداف الحركة يعني تم الوصول إلى أهداف الحركة أو تم بلوغ أهداف الحركة، كيف ممكن إنه إذا تعريف حتى لو تعريف يعني إمم. آآ يعني تمامًا خلّيني أقول لك إنه نحن يعني لمّا بتفوت على موقع الحركة أول شي بتقراه إنه نحن ضد النظام الاستبدادي، نحن إمم، لمّا حطينا كلمة ضد النظام الاستبدادي ما قصدنا فقط نظام بشار الأسد، نعم، نحن نعم، ضد نعم. كل الأنظمة الاستبدادية اهم، اللي اهم، بسوريا اللي كانت موجودة واللي ممكن إنها تيجي، اهم، فعمليًا هذا شي واضح كتير بهويتنا. نحن دورنا بالمرحلة الحالية يعني آآ أو رؤيتنا هي مرتبطة بشكل أساسي بمشاركة النساء بمراكز صنع القرار، وبكل المجالات، ليس فقط المجالات السياسية، بكل المجالات، لكن كمان نحن مركزين جدًا على الدستور، ووجود النساء في الدستور، وأنا ما عم باحكي عن وجودنا كأشخاص، يعني نحن اهم، أكيد بدنا نكون موجودين باللجان اللي بدها تشكِّل الدستور، لكن نحن عم نحكي عن هذا الدستور نفسه، يعني اهم، بمواده كيف هي بدها تراعي وجود النساء أو حقوق النساء أو المساواة بين المرأة والرجل، إمم، كمان تشريع القوانين، يعني نحن عندنا قوانين بسوريا، لكن القوانين بسوريا مُجحفة جدًا بحق النساء، سواء قوانين أكيد، الأحوال الشخصية أو حتى أجزاء أو مواد بقوانين أخرى، هي مُجحفة، قانون الجنسية مُجحف جدًا بحق النساء، فكمان نحن عندنا كحركة سياسية بأدواتنا السياسية بنتحرك بهذا الاتجاه اللي إله علاقة بالقوانين، حتى نحن كتير مثلًا ضمن يعني اجتماعاتنا ونقاشاتنا بنناقش آآ يعني موضوع المساواة بين، يعني نحن كمان من أهدافنا الأساسية هي المساواة بين المرأة والرجل، المساواة، إمم، المواطنة، نعم، المساواة، لكن كمان نحن لمّا بنحكي عن المساواة بنعرف إنه المساواة إنه هي ما فقط صنيعة السُلطة، كمان في شيء إله علاقة بالمجتمع، كمان بالحركة السياسية النسوية بنحكي مع يعني ومثل ما حكيت تعبير استخدمته ونحن ما عدنا استخدمناه لإنه بنحسه مرتبط بتراث التعبئة أو إمم، هي فإنه خلّيني أقول لك إنه لأ، نحن كمان بدنا نشتغل أو من أهدافنا إنه حتى نوصّل
حتى نوصل لأهدافنا بدنا نشتغل كمان على تغيير المجتمع السوري. هذا ممكن ياخذ وقت كتير طويل، ممكن ياخذ جهد كتير كبير، لكن هذا دورنا. والشغل يعني بموضوع المساواة بين المرأة والرجل أو على حقوق النساء هو مانو شيء تبع يومين 3 وبيتحقق. يعني بدول أوروبية، بدول مثل ما يعني أنا وأنت فيها بفرنسا وبالسويد، إنه نضالات صار لها 150 سنة ولهلأ، يعني إنه يعني أسبوعيا أو شهريا بفرنسا في مظاهرات نسوية لمطالبة بحقوق ما. أكيد، فعمليا أكيد. مسيرة كتير طويلة، لكن يعني نحن كحركة سياسية نسوية عم نشتغل أو من يعني خطتنا الحالية إنه نكون القوانين الدستور مع الناس على الأرض، وبشكل عام إنه يعني نشتغل على هذا التغيير المجتمعي اللي هو ممكن يكون بطيء حتى على يعني حتى بالتعليم. يعني حتى مم. بمجال التعليم نحن كتير بنفكر وبنناقش هذا الموضوع بإنه يعني إنه كيف بتنبنى كيف بينبنى الإنسان بالمؤسسة الأولى اللي بيروح عليها هي مؤسسة التعليم. يعني هو أول ما بيكون عمره 3 سنين أو ب6 سنين حسب القانون بيروح على المؤسسة. كيف هي المؤسسة بتعزز التمييز ضد النساء، بتعزز بتنمط النساء، ولا بتعزز المساواة بين النساء والرجال؟ حتى مم. هذا المجال نحن بنحكي فيه وبنناقش فيه. نعم، نعم. يعني في مفاهيم، يعني أستنبطها من كلام حضرتك. أول شيء إنه المرأة في منهاجكم مو فقط ضحية للاستبداد الموجود أو للظلم الموجود، هي أيضا ممكن تكون فاعلة، أو إنه تكون عندها الفاعلية أو الأجنسي بالإنجليزي، إنه تغير الواقع الموجود. هذا مهم جدا. والثاني إنه مؤسسة الاستبداد أو ممارسة السلطة بهالمعنى هاي مو فقط ممارسة سلطة استبدادية من قبل نظام فاسد استبدادي. الاستبداد موجود أساسا كشبكة من نقاط معينة لممارسة السلطة الاستبدادية بالمجتمع. طبعا في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، في مجال الثقافة، في مجال المعرفة، في مجال حتى التعليم مثل ما حكيت. يعني في كل مسامات المجتمع، في كل ميادين المجتمع موجود عدم المساواة هذا بين الجنسين. ويجب أن تتوجه النضال ضد انعدام المساواة ولأجل المساواة إلى كل هالمسائل هاي. استخدمت أنا كلمة تعبئة، قصدي تعبئة جماهيرية أو صيغة تعبوية. وهاي أنا قصدي منها هي إنه تعبوية. هي لا. مو نحن بنستخدم التعبوية، هي كلمة هيك anyway. لا، انا قصدي شنو، انه الوصول الى هالاهداف هاي من وجهة نظري، ويبدو انه تمامًا. توافقين على وجهة نظر هذا. اذا كان أكيد. الموضوع بيد النساء نفسهم، فلازم جمهرة النساء يجتمعون حول برنامج معين او تصور معين او فيجن معين للمستقبل، منظور معين للمستقبل، انه يجتمعون حوله ويناضلون من اجله. والا منين التغيير يجي؟ اكيد تجي من الجماهير نفسها، ومن الجماهير النسويه او المدافعين عن قضيه النساء. هو تمام. هذا كان غرضي من التعبئه والتعبويه. تمام. يعني حتى إنه هون بدي أضيف شيء إنه مهم. يعني نحن بالحركة لمّا بنفكر أو بنناقش أو بنكتب أوراقنا، أكيد نحن يعني من خلفية نسوية أو عندنا الحساسية النسوية، لكن نحن منوعة تمامًا بإنه التغيير ما بيصير بتغيير النساء. يعني نحن منوعة بإنه التغيير اللي بده يصير اللي بدنا يعني نحقق هدفنا بالمساواة بين المرأة والرجل هو تغيير بالمجتمع. وبالتالي نعم. نحن بحاجة هي التعبئة بين النساء والرجال وكل المجتمع السوري. فهذا كتير مهم. ويمكن هاد كان من خلّيني مشان ما يعني ما دايمًا نكون عم نحكي وكأنه نحن واو، يعني نحن يعني نحن الحركات، أو خلّيني هون مم. أحكي عن المجتمع، عن المنظمات النسوية بما فيها الحركة. يمكن بمحل من المحلات كان إحدى أخطائنا إنه نحن كنا عم نتوجه فقط للنساء. نعم. بمرحلة من المراحل بعدين يمكن تجاوزناها. يعني نحن هلأ صرنا واعيين وواعيات أكتر إنه نضالنا هو
يعني هي نضال بالمجتمع كلّياته، بكل مكوناته، نعم، بكل يعني مع الجنسين، ما عاد نحن فقط هي الاجتماعات المُغلقة اللي إلها علاقة بالنساء فقط، نعم، وإلا نحن عم نكون حل من المحلات صرنا شوي معزولين، اهم، صرنا نعم، عم نحكي بين بعض، بس يمكن بالسنوات الأخيرة قدرنا نتدارك هذا الموضوع وصار توجهنا أكتر تجاه المجتمع السوري وليس فقط النساء السوريات كتعبئة، أنا عم باحكي هون فقط عن موضوع التعبئة، لأن نعم، أنا ما باقدر أفصل قضايا النساء عن قضايا بناء الدولة، يعني إنه هون كمان الموضوع كتير يعني نحن كمان بالحركة ونحن كنسويات كمان أنا ما بدي هون أكون عم أهضم حق الحراك النسوي بسوريا بشكل عام، مش بس الحركة السياسية، الحركة السياسية النسوية أكيد، لكن الحراك النسوي نحن ما بنفصل حالنا، وهي الخطورة إنه نفصل حالنا كقضايا نساء كإنه إمم، منفصلين عن عملية التحرر اللي عم تصير بسوريا، يعني نحن بال2011 طلعنا لقضايا أساسية يعني مرتبطة بالحرية، بالكرامة، بالعدالة، ويعني نحن كنساء وكقضايا نساء مَنّا منفصلين أبدًا، نحن يعني هي جوهر قضيتنا، فنحن إمم، جزء من بناء الدولة الحالية، ومشان هيك هلأ نحن عندنا بعد يومين بالحركة السياسية النسوية مؤتمر بدمشق يعني نحكي عن الحركة، لإنه كمان الظرف السوري خلّانا نحن كحركة سياسية وكمنظمات كتير نحن نشتغل بالخارج، أكيد نحن كحركة عندنا عضوات وأعضاء كتير داخل سوريا، لكن بالداخل، أحيانًا نعم، كتير مثلًا بيشتغلوا بشكل سري، إمم، فهلأ عندنا هذا المؤتمر اللي حيصير بسوريا، بس بدي أقول إنه قضايانا ليست منفصلة عن إمم، القضايا التحرُّرية، القضايا اللي طلعت مشانها الثورة السورية، وما جميل، فيني أنا أفصل النساء وكأنّن هن وكأنه صرنا عم نحكي عن إثنية مختلفة كثيرًا أو منفصلة، عن إمم. طائفة مختلفة، عن مكوِّن إمم. مختلف، لا، لأ، هذا هو المجتمع السوري. أكيد، أوكي، بس طبعًا موضوع التعبئة ليش كان سؤال مهم بالنسبة إلي؟ لأن معظم الأحوال المنظمات النسوية عادةً ما تكون منظمات الNGOs واللي يعني م يتم تشكيلها من قبل فعالات أو يعني ناشطات، وأساسًا العضوية أو تعبئة الجماهير أو الوصول إلى الجماهير مو مهم. ومعظم الأحوال دول الNGOs قضايا المرأة بالنسبة لهم تكون قضايا بالعادي بالنسبة لجماهير عريضة ممكن تكون وطبعًا هي مو صحيحة، تكون قضايا مسائل كمالية مو من ضمن الضرورات مثلًا. يعني أنا قليل أشوف إنه في منظمات نسوية تهتم بالمرأة العاملة، تهتم بالمرأة كعاملة، تهتم بالمرأة ككادحة. المرأة يعني جزء كبير من الطبقة العاملة بالمجتمع هم من المرأة، وجزء كبير من المرأة هم من الطبقة العاملة، إذا حسبنا ذول اللي يشتغلون بالبيت ويربون أولاد وينشؤون جيل المستقبل هم يشتغلون للنظام الرأسمالي وللنظام الاقتصادي ككل، وهم يعني يشتغلون مرات كعاملات ولكن بدون أجر، ما فيه أي أجور ويشتغلون بالبيت يعني يقدمون قوة عمل مجانية لخدمة المجتمع وما في أي تقدير حتى لإلهم. المنظمات اللي ما تؤمن بتعبئة جماهير النسوية ما تهتم بهاي الشريحة، وأكثر اهتمامها تذهب إلى مثلًا مسائل على سبيل ومع أهميتها مع إنه مسائل جوهرية، شخصية المرأة بالمجتمع، مكانتها، أعمالها، يعني الفرص المتاحة لإلها، حتى تحكمها بجسمها، تحكمها برغباتها، المسائل هاي من الأولويات، من المسائل الجوهرية، ولكن هاي المسائل ما تحل المسائل الأساسية اللي تتعلق بالحياة واللي تهم شريحة كبيرة من النساء اللي بيعانون معاناة كبيرة. النساء أول من يصحون من النوم أول واحد بالعائلة وينامون آخر شخص، ولما يصير في جوع ويصير في قلة مواد غذائية هم أكثر الأقسام جوعًا، يعني الإناث يعني على العموم وخصوصًا الأمهات هم
آخر شخص ممكن مثلًا يتناولون الأكل، بعد أولادهم، بعد حتى الرجل. ويعني لمّا ما في مَي وما في شحّة بالمياه بالمَي والكهربا، العبء الأساسي المرأة تتحمّلها. فهل التعريف هذا وهل المنظور هذا للمرأة نفتقدها صراحةً بمعظم المنظمات النسوية، وهي هاي اللي أثار انتباهي إنه كحركة سياسية نسوية المهم جدًا إنه هالشرائح هاي قضاياها، مسائلها ومشكلاتها هي اللي تكون على يعني تحت الضوء. يعني خلّيني أقول لك مشان ما أظلم منظمات النسوية السورية، إنه الفترة القادمة هي فترة الاختبار الحقيقي لكل اللي صح. أنت عم تحكيه، كل اللي أنت إمم. عم تحكيه كتير مهم، لكن بدي أقول إنه قبل ال2011 كنا عايشين تحت سلطة الاستبداد، واستمرت لغاية 8 ديسمبر. من 2011 ل2024 كنا بظل عايشين بثورة، باقتتال، بظرف في نزوح، لجوء، تشرُّد، اعتقال، اختفاء قسري، في قضايا كتير كانت كبيرة. لكن إنه نحن يعني كمنظمة، مو نحن، أنا ماني موجودة غير بالحركة أو موجودة نعم. بمنظمات لكن فاعلة بالحركة، لكن مشان المنظمات السورية كلياتها هي ما عاشت هذا يعني هي الفرصة يلي تخلّيها تشتغل على كل الأمور، مع العلم يعني بدراساتهم، بكتاباتهم، باللي قدّموه. حتى المنظمات اللي كانت عم تشتغل قبل الثورة السورية هي كانت كتير بتلمس هذا الموضوع، كتير بيلمسوا الموضوع اللي له علاقة بعمل المرأة، العمل الغير مأجور، إمم. غير المأجور بالمنزل، غير كيف بيتم مدفوع الأجر، غير غير مدفوع الأجر. غير مدفوع الأجر أو غير المأجور، أو إمم. الدور الرعائي اللي بتاخده المرأة، حتى العاملات الزراعيات، يعني كمان نحن إذا اتجهنا تجاه الريف بيصير الموضوع مو جلي وطبخ وترباية أولاد، إمم. بيصير في شغل، في جهد، في مرأة عم تطلع من الساعة 6 4 الصبح عم ترجع الساعة 2 الظهر، هذا يعني هذا عمل غير مأجور. فالمنظمات، وعم باحكي عن المنظمات حتى كانت هي موجودة من قبل الثورة، كانوا عم إمم. يلمسوا هذا الموضوع، لكن ما كان عندهم ال يعني مش بس الموارد الكافية، ما كان عندهم بظل نظام الاستبداد ما كان عندهم المساحة الكافية. هلأ هو يعني باشوفه أنا، يعني باوجهه كمان للمنظمات السورية، هذا الاختبار الحقيقي لإلنا يعني كمنظمات نسوية، كمنظمات مهتمة بقضايا النساء، أو حتى كمنظمات مجتمع مدني إمم. بتشتغل على قطاعات التنمية، لأن يعني أنا باشوف دايمًا إنه النساء هي يعني من قطاعات التنمية، إنه هذا هو الاختبار الحقيقي لتنفيذ أو للتعبير عن كل شي كنا عم نحكيه بشكل نظري، اهم. بكتاباتنا، بأوراقنا، بمواقفنا. هذا هو الاختبار الحقيقي بده يصير هلأ، ويمكن نرجع نعمل مقابلة أنا وياك بعد 4، 5 سنين، لأن بتكون بلشت بوادر هذا العمل تطلع. اهم. لكن من معرفتي، من وجودي، يعني أنا موجودة وعلى علم شو بيشتغلوا الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مساواة، اللوبي النسوي، منظمات الشبكة السورية شبكة المرأة السورية، سوري، مش الشبكة السورية نعم. لحقوق، نعم. شبكة نعم. المرأة السورية، حتى يعني رابطة النساء السوريات اللي هي كانت موجودة من قبل 2011، آآ كلّن عندن البُعد النظري اهم. للعمل، وفي منّن كانوا يشتغلوا بموارد قليلة وبمساحات قليلة. هلّأ عندنا هاي الفرصة، وأنا أعتقد إنه حينشغل عليها، وبالذات اللي أنت عم تحكي عنه اللي له علاقة بموضوع الحريات وبموضوع العاملات بشكل عام، العمل، الاقتصاد، خلّينا نقول إذا بدنا نقول القطاع الاقتصادي. و و وكمان يعني لمّا نحن كحركة سياسية أو حتى منظمات تانية بنركّز كتير على موضوع الدستور أو القوانين، يعني هاي الأشياء، يعني هاي التفاصيل، هاي الحقوق اللي حكيت أنت عنها كلياتها بدنا نلمسها بهون، و لأن هو التغيير بيكون على، يعني أنا برأيي دايمًا التغيير هو على عدة مستويات، له علاقة بالتعبئة الجماهيرية،
لأنه يعني هدول النساء وهدول الرجال والمجتمع السوري يفترض يعرفوا حقوقهم، لأنه حقيقةً نحن بسوريا مثل كل المجتمعات، ما بدي أقول دائمًا نحن عندنا بسوريا يمكن مثل العراق، مثل فرنسا قبل كم سنة، يعني المرأة ما بتعرف إنه هي هذا اللي عم تعمله هو بالبيت هو أجر، ما بيحق لزوجها مثلًا بعد 10 سنين، 15 سنة لمّا تطلّق تتقلّع من البيت وكأنه ما إلها شي، يعني هي إمم، بالنتيجة يعني هي مُنتجة، يعني هي متلها متله، حتى لو هو عم يطلع وعم يشتغل وعم يجيب المصاري، لكن هي مُنتجة. وغير نعم، هيك يعني نحن كمان مع يعني إذا ما بدي أركّز على العمل غير المأجور، إمم، أكيد يعني نحن بنركّز كتير على العمل، على إنه حق إمم، يعني أكيد من حق المرأة إنه هي تختار تشتغل إمم، أو ما تشتغل، لكن نحن أكتر بنروح باتجاه إنه هي تشتغل لأن المال سُلطة، هذا رأيي الشخصي، إمم، مش عم باحكي رأي آه، الحركة، آه، يعني إنه لمّا أنا باتحرّر من القيود أكيد، اللي دي إلها علاقة الرأسمالية المال سُلطة، أكيد، أكيد، يعني هي ما هون مش بمعنى سُلطة، بمعنى إنه تحرُّر، يعني إمم، إنه يعني إنه لمّا باكون أنا مسؤولة عن حالي، أنا قادرة أكون مسؤولة مثلي مثل شريكة ما بدي أقول نحن مش صرنا طرفين، يعني المرأة والرجل ما لهم طرفين، لمّا باكون إمم، أنا وشريكي شُركاء بإنه نحن قادرين نكون شُركاء بالمال، فقادرين نكون شُركاء بكل شي بالحياة، ومهم نكون شُركاء بكل شي، لإنه أحيانًا بيصير بسوريا بالتحولات الاقتصادية اللي صارت بسوريا، في نساء كتير ما كانوا يشتغلوا قبل الثورة واشتغلوا بعد الثورة، لكن هو كان عم يقع عليهن اللي بيسمى دايمًا العبء المزدوج. إنه نعم، هن نعم، وحتى يعني أنا ما بدي أقول النساء ما كانوا يشتغلوا قبل الثورة، يعني قبل الثورة نحن يعني أنا كنت موظفة مثلًا بمديرية التربية وكنت أكيد، مدرسة، أكيد، وكان في نسبة جيدة ما نسبة جيدة مسجلين هن 13% كانوا يمكن قبل 2010 من اهم، اللي بيشتغلوا بسوريا، ماني متأكدة من النسبة بالضبط بس هي 13% بس يعني كتير نكون حذرات ما يقع علينا العبء المزدوج، إنه إمم، يصير المرأة هي مسؤولة عن كل شي، عن الدور الرعائي والدور اللي له علاقة بالعمل بالمنزل والعمل خارج المنزل، يعني أنا إمم، مؤمنة كتير بمبدأ الشراكة بكل شي. نعم، نعم. جميل جدًا. فقط ملاحظة إنه حسب أوكسفام أتصور كان 2016 أو 17 كان في إحصائية صارت حول العمل غير مدفوع الأجر للمرأة، وأوكسفام تقول إنه هاي المنظمة 65 إذا النساء استلموا إذا النساء استلموا أجور ورواتب على كل عمل يقومون به حالهم حال الرجال بالعالم كانوا كلفة العمل اللي يأدوه كان ممكن تتجاوز تريليونين دولار كل سنة، يعني مو مليارين، تريليونين يعني ألف 2000 أتصور 2000 مليون دولار كل سنة، وهذا اللي كان ممكن يكون تكلفة العمل اللي تقوم بها المرأة بدون أجر للمجتمع. على كل حال نروح على على المحاور الأخرى لحديثنا، أخذنا وقت كتير بس كان مفيد جدًا هاي المعلومات والملاحظات اللي سمعناها منِّك أستاذة رويدة. بس هناك تحايا كثيرة من المتابعين، آشنا، أكرم، هجير، الرفيق عواد أحمد، سيوة، تافقة، الرفيق أسامة، الرفيقة تافقة أيضًا، رفيق جمال، مهدي، يحيّونا وتحية إلكم، وأتمنى إنه تنشرون الفيديو من يمكم على مود يشوفونا ناس أكثر ويشاركون، وأريد أيضًا أقول ملاحظة إنه بإمكاننا أخذ الأسئلة والاستفسارات أو الملاحظات حتى الانتقادات عن طريق الكومنتات، ممكن تكتبوا لنا باليوتيوب أو بالفيسبوك، وراح تجينا الملاحظات وراح نحاول نطرحها على ضيفتنا العزيزة تجاوب عليها. الموضوع الآخر بالنسبة المحور اللي حكينا عنه واتفقنا حوله هو التحديات اللي تواجه المرأة في المجتمع السوري. شنو هي أبرز المعوقات اللي تواجه تحقيق تحرر ومساواة المرأة بالرجل
في المجتمع السوري طبعا بدنا نناقش، وكيف أثرت المستجدات الجديدة في سوريا على هالأمر هذا. طبعا أنت ذكرتي أنه المسألة طبعا مسألة النساء ما تبدأ لما يبين راس الإسلاميين. هذا أساسا المجتمع بدون حتى الإسلاميين يعني مكان غير مو جدا ملائم للمرأة، حتى لو ما كان في إسلاميين، حتى لو ما كان في حركات السياسية أساسا مهمتها هي قمع وإرهاب المرأة والنساء لإرهاب المجتمع. طبعا حتى لو ما كانوا هم موجودين، مجتمعاتنا أساسا يعني مذبح لحقوق النساء، يعني يعني ساحة لخرق أبسط الحقوق الإنسانية للنساء وللمرأة. هاي التحديات اللي تواجه النساء بسوريا يعني أنت ذكرتيها بعض منها، بس المستجدات اللي صارت كيف تأثر عليها برأيك؟ يعني خلّيني أقول ممكن نقول بتعزّزها. بتعززها، يعني نعم. يعني عمليًا نحن بسوريا عندنا التحديات يمكن موجودة بالمنطقة العربية كلّياتها، أو ما بدي إذا ما بدي أقول المنطقة العربية، منطقة الشرق الأوسط نعم. كلّياتها، يعني يعني حتى بتركيا مع إنه قوانينها علمانية من 100 سنة يمكن يكون عندهم نفس التحديات. التحديات المرتبطة بالعادات، المرتبطة بالتقاليد، المرتبطة بالإرث، المرتبطة بالدين، المرتبطة بالقوانين. كل هاي تحديات بنعاني منها بشكل يومي بحياتنا، واللي هي ترسخت، يعني هي ترسخت وصارت طبيعية. المشكلة كمان يعني هون كمان المشكلة هي عدم المساواة، هي يُنظر لها على إنها طبيعية. يعني نعم. إنه يعني هلأ بتشوف مثلًا نحن بالحركة السياسية النسوية بالعودة لإلها، نحن دايمًا بنطالب بكوتا للنساء هي 30%، بييجوا بيقولوا لك إنه يعني إنه 30 مو كتير مثلًا، وكأنه من الطبيعي إنه ما يكونوا النساء موجودات. لمّا بتطالب بإنه حق المرأة بالعمل، مع إنه نحن نعم. عندنا بسوريا موجود حق المرأة بالعمل، لكن كمان بتحكمه كتير العادات والتقاليد وطبيعة المجتمع. فإنه هو يُنظر للطبيعي إنه هي ما تشتغل، ومن مم. غير الطبيعي إنه هي تكون عم تشتغل. مم. يُنظر إنه هي يعني من غير الطبيعي إنه هي يعني ما تكون سياسية، إنه هذا الشيء مانو عادي، مانو طبيعي، عم يخالف الصورة نمط مم. الgender، الدور المحطوطة في المرأة. نعم. السلطات الحالية بخلفيتها الإيديولوجية يلّي هي مانا بعيدة عنا، يعني نحن وهن أساسًا ما بينكروها، يعني ما حدا منّن طلع قال أنا بطّلت سلفي. مم. يعني مم. لا. بالعكس بكل لقاءاتهم بيأكدوا على عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا وأي شي بيرتبط أي شي بيرتبط فيها. اللي ممكن يصير إنه رح يعني أساسًا كانت موجودة على زمن الأسد، يعني كان هي ال ال الموائمة بين المنظومة الدينية يلّي هي بتشتغل على العادات والتقاليد وبترسّخها، وبين النظام الأسد ما كانت كتير غريبة، يعني أساسًا مم. يعني كانت موجودة. لكن بالسلطات الحالية ممكن ترسّخها ممكن نعم. تعزّزها أكتر. ويمكن هذا بلّشنا نشوفه، للأسف بلّشنا نشوفه، يعني هلأ في حالات، إنه حالات دعوية بالشارع. هلأ هي ما بدي أسميها ظاهرة، هي مانا مم. ظاهرة، هي نعم. حالات، وهي نعم. حالات فردية. إلها علاقة بعدم الاختلاط، إلها علاقة مثلًا حدا يطلب من ناس بمواصلات عامة إنه يكونوا نساء لحال ورجال لحال، بالجامعة حتى مم. يعني أنا عرفت من إحدى الطالبات بالجامعة إنه طلبوا منّن يكونوا النساء لحال والرجال لحال، لإنه ما عندهم غرف كافية يعملوا لأن محاضرات. وصلتني أخبار اليوم إنه هذا دا يصير بجامعة حمص عادي جدًا، يعني بصورة آآ عادية صارت يعني توصل بين أنا اللي وصلني أكتر حَمَى مو حمص. إمم. فعمليًا يعني اللي راح يصير إنه هي السُلطة حتطبّع أكتر
نعم. مع هي العادات حتخلّيها راسخة أكتر، لكن كمان خلّيني أقول لك إنه من خلال معرفتي بالمجتمع السوري، وماني عم أحكي عن قبل الثورة. المجتمع السوري هو بشكل عام هو مجتمع مسلم، بأغلبه، ما راح أقول بشكل عام، يعني هو يعني أو الثقافة الخلفية لإلنا هي خلفية إسلامية، لكن الإسلام بسوريا بالذات يعني إنه يعني بدمشق، بحلب، بدير الزور، بدرعا، هو إسلام معتدل. يعني الإسلام بسوريا مانو يعني بسوريا منّه إسلام سلفي، منّه إسلام في بعض المناطق هي متشددة أكتر من غيرها، لكن أستاذة يعني أنا رويدة، ما كانت موجودة، الإسلام السلفي ما كان موجودة بأي مكان غير بالسعودية، غير آآ بالسعودية وبفلوس السعودية كانت موجودة. أساسًا وين كان الإسلام السلفي موجود؟ يعني قبل يعني السبعينات عندنا بسوريا بعض المناطق يلّي هي يُعتبروا حنابلة أكتر، ما بدي فوت بتفاصيل الإسلام. عندنا بعض المناطق، آه. بعض المدن الصغيرة موجودة، لكن إنه كحالة عامة سوريا يعني هي الإسلام اللي فيها معتدل. اهم. وهن يعني بيحبّوا هذا النوع. يعني باتخيّل هي هلأ هي الفترة فترة حسّاسة كتير، لإنه هي السلطات الجديدة جاي وهن المحرّرين وهن اللي أسقطوا النظام. ومتل ما كنت عم أقول لك، أنت ما تتخيّل فكرة إسقاط النظام قد إيه عظيمة بالنسبة لإلنا، لكن هلأ بس بعد شوي هيك حتروح نشوة الانتصار وحنصير على أرض الواقع، و و ويبلّش رفض لهي الممارسات من الناس نفسها. وغير هيك خلّيني أقول لك كمان خلال 13 سنة ثورة، يعني إنه ومن خلال عمل منظمات المجتمع المدني، من خلال عمل المبادرات اللي كانوا يقوموا فيها الشباب والشابات السوريات، كان في جهد جبار عم ينشغل بسوريا. صار في تغييرات ملموسة بسوريا على الأدوار، على حقوق النساء، على شكل الدولة. آآ نعم. هلأ تختلف من منطقة لأخرى حسب خضوعها لسيطرة النظام أو عدم خضوعها لسيطرة النظام. لكن أنا دائمًا عندي ثقة بإنه يعني عدم السماح للسلطات الحالية بإنه تتغلغل بعمق وتعزّز ما هو موجود، نعم. رح يكون على إيد هدول الناس، على هدول الشباب اللي اكتسبوا هاي الخبرات خلال 13 سنة. و ومتل ما كنا عم نحكي أنا وياك بإنه هي مشاكل already موجودة، أصلًا موجودة. نعم. فهذا الدور الحقيقي إمم. لأي حدا بده ينشط كمنظمات مجتمع مدني أو حركة سياسية أو منظمات تنموية. آآ فالدور الحقيقي، لإن متل ما كنت عم أقول مشكلتنا ليست فقط بالسلطة الحاكمة، ليست نعم. فقط. السلطة أكيد، الحاكمة أكيد. حتعزّز الموجود بالمجتمع، والمجتمع هاد نفسه ممكن بمحل من المحلات يدعم هاي السلطة الحاكمة. نعم. أكيد، لإنه نحن بسوريا عندنا مشاكل كتير، عندنا مشاكل إلها علاقة بالخدمات، عندنا مشاكل إلها علاقة بالأمن، والكل واعي. ويعني أنا عم ش م م كلمة الكل كتير خطيرة. إمم. أغلب السوريين والسوريات واعيين، لإنه نحن عندنا يعني عندنا موضوع الخدمات، الكهربا، المي، الرواتب، الخبز، الأكل اليومي هي مشكلة كتير كبيرة. الأمن، نحن عندنا بسوريا إنه أوكي أسقطنا النظام، بس هل انتهت كل القصص؟ نحن هلأ بدينا. أكيد. ف فحذرين وحذرات من بوادر أي اقتتال داخلي. إمم. مع هيك السوريين والسوريات واعيين كتير كمان لحقوقهم. اهم. أي كلمة عم تصدر ومن السلطات الموجودة حاليًا هلأ بدمشق، عم يكونوا وراها يعني عم يكونوا وراها بالمرصاد حرفيًا، سواء الناس الموجودين برّا سوريا أو الموجودين جوا سوريا. وهذا الشيء بيطمّن بصراحة. يعني هذا الشيء آه. بيطمّن، بيطمّن يعني على مستقبل سوريا، على مرحلة بناء سوريا، وبيطمّن إنه آآ أنا اليوم كنت عم أحكي مع حدا كان كتير هو محافظ كتير، كتير، كتير. قال لي: "رويدا شوفي، لاجيب لِك إياها من الآخر، إمم. بشار الأسد وحافظ الأسد ما رح يتكرروا بسوريا، فما كتير إمم. تكونوا عم تخافوا." يعني أوكي. إنه فهيدا بس مهم.
مسألة كتير أستاذ مهمة إيه. الرويدة، أنا خلّيني أقول فد شي. أنا كنت يعني أتابع الوضع بمصر وقت ما أجوا الإخوان. كان في شي هيك شي لطيف يحكوها الرفاق بمصر، يقولون: أين الزمن الإرهاب الإسلامي الوسطي الجميل؟ يعني صار الناس مثلًا، وكان الإرهاب الإسلامي موجود دائمًا، بس في وقت الإخوان لمّا اجوا والناس شافوا إنه كيف يسحلون الشيعة بشوارع القاهرة وهاي، كان يعني طلعوا مع هالطرفة هاي، إنه أين زمن الإرهاب الإسلامي الوسطي الجميل؟ يعني هو طبعًا إحنا كان عندنا مشاكل يظل عندنا مشاكل، ولكن هالتحديات هاي تحديات جدية. صحيح بشار وأبوه ما راح يتكرروا، ولكن منو يقول إنه هاي النسخة الجديدة من الاستبداد السياسي الفاشي الإسلامي ما راح يكون أخطر؟ أكيد أنتِ عندِك تعقيب على هالشي هذا، بس ما أريد أأخر هالملاحظات والأسئلة اللي جاية من المتابعين لبرنامجنا. رفيقنا بس خالد من كردستان العراق من سليمانية يسألنا: هناك اجتماع موسع قبل 20 جانيوري في جنيف لقوى التقدمية والديمقراطية السورية، هل لكم علم بذلك؟ السؤال موجه لك أكيد أستاذ رويدة. وما هو طبيعة هذا الاجتماع الموسع؟ وهل من الممكن أن نعقد الآمال عليه لكبح جماح الإسلام السياسي في سوريا؟ و... هلأ آه. تفضل. خلّيني أقول لك، يعني أنا باعرف في اجتماع بجنيف بس هو مانو اجتماع ل يعني موسّع متل ما هو مكتوب. ما عندي فكرة بالضبط شو الاجتماع، بس باعرف في مم. اجتماع بجنيف وفي مدعوين ناس، بس مانو اجتماع موسّع للقوى الديمقراطية. لكن أنا اللي باعرفه إنه في خلال الشهر حكيت قبل شوي عن مم. المؤتمر بدها تعمل حركة سياسية نسوية. غير الحركة السياسية النسوية في 4 اجتماعات أنا على علمي، ويمكن بالأخير صاروا 5، 4 دعوات لاجتماعات أو مؤتمرات رح تعقدها قوى ديمقراطية ضمن نعم. سوريا. مم. ويمكن هلأ أكيد بيهمنا الدعم الأوروبي وجنيف وهذا، بس حاليًا نحن كتير عم نركّز على اللي عم يصير جوّات سوريا. في مم. التحالف السوري الديمقراطي دعا لمؤتمر، حدث عم يدعي لمؤتمر لسه ما دعا، حدث من تيار ديمقراطي آخر عم يدعي لمؤتمر القبة ما باعرف اسمها بالضبط. لكن يعني في مؤتمرات آآ رح تصير بسوريا لمكونات يعني مكونات أحزاب، تيارات، قوى سياسية مم. ديمقراطية. وهي أنا باشوفها كتير مهمة بالمرحلة الحالية، لإنه أستاذ الرويدة، الملاحظة أنه العزيز نبس كاتب أنه المعلومات من قبل السيد هيثم مناع. هلأ هيك مكتوب. هيثم مناع أعتقد الاجتماع هو الاجتماع بسوريا مش بجنيف. أعتقد، أها. ما عندي معلومة. أوكي. لكن مم. هيثم مناع دعا ل من القوى اللي دعت شي بسوريا. أها. ما عندي أوكي. فكرة بالضبط، لكن بسوريا هن دعوا في اجتماع آخر بجنيف. لكن أوكي. هاي وأكيد هناك. الاجتماعات حاليًا بدها مهم. تفكّر بسوريا، بمرحلة بناء سوريا. مم. يعني إنه يمكن حكى هيثم مناع الصبح شوي عن الإسلام السياسي. لكن نحن عم نفكّر بمرحلة بناء سوريا بدون إقصاء أي طرف. مهم. أوكي. يعني ما رح نعيد تجربة مصر، أوكي. وبنفس الوقت حتى بدون إقصاء اللي يريدون إقصاء الكل. أكيد آآ لازم إقصاء اللي يريدون إقصاء الكل. يعني حكومة جاية أستاذ الرويدة، خلينا نوقف شوي على هالنقطة هاي. أنت كسياسية نسوية أكيد لازم يكون عندك موقف على هالشي هذا. حزب إسلامي، مجموعة إسلامية بعدها على قائمة الإرهاب، جاية تحكم دمشق، وكل الوزراء المعينين من عندهم، ومعينين وزير كان مسؤول على إعدام 2 من النساء على في شوارع المنطقة اللي كانوا مسيطرين عليها، وهسه هذا بسلامته صاير وزير العدل بسوريا. كيف ممكن إنه أي نظام ديمقراطي يتأسس بدون إقصاء دول الناس؟ هذول أساسا مجرمين. أنا في نظري
دول اللي ارتكبوا جرائم لما كانوا يحكمون بأدلب ما زال لازم يكونون يحضرون بالمحاكم ويردون على التهم الموجهة لهم. احنا ما نحاكمهم، ما نقول هاي التهم صحيحة، بس ولكن في أدلة وفي هاي لازم يردون عليها. فأنا أتعجب كثير أنه لما جهة سياسية تحاول تسعى وتناضل من أجل الديمقراطية تجي يقول ما نقصي دول اللي إذا وصلوا للسلطة راح يقصون راسنا كلنا. ما أفهم هالشيء هذا. خلّيني أقول لمّا نحن عم نقول ديمقراطية، فما نعم. فينا نكون متعارضين مع حالنا، يعني نحن لمّا عم نقول ديمقراطية تعني ما نقصي حدا. هلأ لمّا بنحكي عن عدالة انتقالية بنحكي عن محاسبة الجميع. أكيد أكيد. النظام ارتكب 90 أكثر من 90% من الجرائم المرتكبة بسوريا بين 2011 وال2024، لكن نعم. لمّا بنحكي عن عدالة انتقالية، لمّا بنحكي عن محاسبة، بنحكي عن محاسبة الجميع. لكن بوضع السوري الحالي ما فيك تقصي أي طرف، آآ وهي الديمقراطية بالمناسبة. نعم. بافهم كتير هذا الحكي اللي أنت عم تحكيه اللي إله علاقة بهي المرأة، ويمكن أنا شُفت إنه أنا وأنت مشاركين على صفحتنا شيء له علاقة بهذا الموضوع، نعم. وأنا حدا من الناس اللي طالبت بإقالة هذا الوزير، لأنه بالنسبة لإلي أساسًا من وقت تعيينه، من يوم تعيينه كان بالنسبة لإلي كتير غريب تعيينه، لأن هو من المتشددين جدًا، جدًا، نعم. يعني حتى ضمن هيئة تحرير الشام إذا بدك في تيارات، في تيار متشدد جدًا هو منه. لكن في 30 تيار تقريبا، 30 تيار 30 مجموعة. نعم. في مجموعات، أنا ما عم باحكي عن المجموعات، هي فيها أكثر، يعني فيها كتير بيناتهم أحرار الشام وغيرها. لكن إنه كمان إذا يعني هن في منّن تبع السلفية المعتدلين والسلفية المتطرفين، يعني اللي هن ممكن يكونوا أقرب لداعش، مش داعش بس أقرب. فحتى هن ضمن الهيئة مانن على تيار، يعني مانن على صف واحد. نعم. anyway، بس خلّيني أقول لك شغلة، وليش عم نقول ما بدنا نقصي أي حدا، أي طرف. ويمكن هذا يكون رأيي، خلّيني أقول لك رأيي الشخصي، ومع إنه باعرف إنه أنا سياسية نسوية بيهمني حقوق النساء بالبداية، لكن سوريا هلأ بمرحلة كتير حذرة وكتير حساسة. سوريا هلأ بمرحلة الكل معه سلاح، الكل بدون استثناء. هيئة تحرير الشام معها سلاح، عنا فصايل بالجنوب معها سلاح، عنا فصايل بالبادية معها سلاح، عنا الإدارة الذاتية معها سلاح، عنا الجيش الوطني اللي هو مش ضمن هيئة تحرير الشام. يعني نحن بالشمال السوري بالمناطق اللي كنا نسميها مناطق محررة قبل، عنا نعم. هيئة تحرير الشام، وعنا المناطق المؤقتة أو الجيش الوطني كمان عنده سلاح. الشبيحة والأمن والجيش هدول ما اختفوا، ما تبخروا، هن موجودين ومعهم سلاح. في كتير منهم سلموا سلاحهم أو تركوه، لكن موجود السلاح. يعني فالبلد حرفيًا على كف عفريت، يعني ما بعرف هذا التعبير هو ما صحيح، لكن إنه آآ البلد كلها فيها سلاح. نعم. فنحن مَنّا هلأ بمرحلة نقصي حدا ونروح لحرب أهلية أبدًا. يعني الإقصاء يعني يعني في أي طرف حتقصيه هو عنده سلاح هو حيستخدمه. و ف و وهلأ البلد مانا بهذا المحل أبدًا، أبدًا. وما بدنا نعيد يعني تجارب دول أخرى بإنه نروح لهذا المحل، لإنه الحرب الأهلية بسوريا إذا بلّشت كتير خطيرة، لإنه هي أسبابها كتير متجذرة والكل معه سلاح. أوكي، أنا موافق على هذا الحكي أستاذة رويدة، إذا كان الحكي هاي تتوجه كنصيحة لهيئة تحرير الشام، إنه هيئة تحرير الشام هاي الجهة، هذا الطرف هو اللي يقصي كل الحركات السياسية الأخرى. على كل حال أنا ما أريد يعني لأ، أستقطب لأ، كمان ال ال بدي أحكي بهذا الموضوع إنه نعم. هذا الحكي، يعني خلّيني أقول لك هو مانو مقبول من طرفنا، من طرفنا ك ك كتيار ديمقراطي، كتيار علماني، خلّيني أقول، ما بدي يكون دايمًا عم باخجل إني أنا أقولها. كتيار بده دولة مدنية، كتيار بده دولة قانون ومواطنة، كحركة سياسية نسوية سورية. مَنّا قبلانين بهذا الانسجام يلّي حكى عنه أحمد الشرع بين قوسين،
الانسجام بين قوسين، إنه لكن هو نحن ناطرين ل1/3 لوقت اللي ينعقد المؤتمر الوطني. عندنا مخاوف كتير لأنه ملامح المؤتمر الوطني لحد الآن ما واضحة. يفترض إنه خلال الأسبوع القادم، الأسبوعين القادمين، يطلع حدا ويقلنا كيف هذا المؤتمر بده يصير. لأنه بعتقد إنه هو عم ينشغل عليه، لأنه عملوا مثل لجنة تحضيرية للمؤتمر. بدنا نعرف مين هي اللجنة التحضيرية، وبدنا نعرف شو هن عم يشتغلوا. بعتقد رح نعرف، بعتقد قريبا حيطلع منهم حدا ونعرف. هذا الحكي ل1/3. يعني هذا العدم، هذا الانسجام يلي عم يحكي عنه أحمد الشرع، هذا ل1/3. بعد 1/3 ما لازم يكون هيك أبدا أبدا، وما في قوة سياسية حتقبل يكون من هيك. اوكي بنفس الوقت بده ينشغل منيح على موضوع الجيش، الأمن كمان ما يكون منسجم، لأنه هون بنروح لمحل أخطر. اوكي. استاذه رويده، خلي نكون يعني شويه صرحاء حول الموضوع هذا. اني بالنسبه لي اعرف الوضع بسوريا ما يتحمل في الوقت الحالي انه التيارات السياسيه تعلن حملات معاديه للاخر. اوكي، يعني سيكولوجية الجماهير ممكن ما تتقبل هالشيء هذا. اوكي، ولكن هذا ما ينفي انه خطوه ورا خطوه ورا خطوه المؤسسه الحاكمه الحاليه اللي هو جزء من تيار سياسي، او هو تيار سياسي موجود على قائمه الارهاب، هذا بيعلن خططه بهالصراحه هاي، انه اول 3 اشهر احنا حكومه انتقاليه مؤقته وما حد له داعي يحكي اي شيء. بعد احنا راح ناسس حكومه انتقاليه وراح ندعو مؤتمر وطني واحد واحد، احنا راح نختار القائمه لمن ندعو. حتى الجهات السياسيه والاطراف السياسيه الاخرى اساسا ما راح تكون موجوده، كل شخص بافراد راح يروحوا يجون يشاركون. تعديل الدستور راح يكون ورا 3 سنوات، الانتخابات راح يكون وراء 4 سنوات. يعني احنا كأنه القوى المعارضة اللي عارضت النظام الاستبدادي الفاشي الفاسد الأسدي، هسه لازم يعطون شيك على بياض على لمجموعة الجولاني يحكمون 4 سنوات. وهي وطبعا في تجارب معينة تاريخية يخلينا نحذر. المسألة الحذر مو فقط من استبداد الإسلام السياسي، الحذر منه انه هذا الاسلام السياسي جربناه مره ورا مره ورا مره ورا مره. يعني حتى بمصر لو ما كان هذا التدخل من الجماهير وايقاف الاخوان وهاي، كان بدلوا مصر الى ليبيا اخر. يعني وشفنا بالشوارع يسحلون الناس على مود انه انتماءاتهم الشيعيه وانتماءاتهم المذهبيه. وفي الوقت الحالي انت تحكين على موضوع النساء والفصل بين النساء. انا هاليوم سمعت من حمص يوقفون الباصات بمواقف الباصات ويخلون الناس تقعد، الشباب بالمقدمة والنساء بالمؤخرة. هي الممارسات اللي يسووها. يعني المسألة مو معناته ما معقول انه كون هيئة تحرير الشام كان اصوله مثلا من القاعدة، وهسه نقول زين هذا هو الارهاب الاسلامي المعتدل الجميل. انا بالنسبة لي سلاح النقد المناضلين السوريين ما لازم يتنازلون عنه. افهم انه الواحد لازم يكون ايجابي، ولازم يطرح وجهات نظر، يطرح برامج، يطرح خطط كنوع من المواجهه لهالحمله الرجعيه هاي. ولكن بالنهايه ما ممكن السكوت عن هذا اللي بيسوي هيئه تحرير الشام. هذا هو تصوري. وطبعا يعني اخذ النقاش لا مهم نقاش مطول كتير حول مهم. النقطة هاي، ولكن اشوفه من الضروري انه نناقش هذا لا لا، الامر. موضوع كتير مهم، موضوع كتير جوهري بسوريا، لأنه القوى الديمقراطية هي يعني هي ما عم تحابي لحد الآن. أنا ما شفت أو ما عرفت عن قوى سياسية تدعي إنه هي ديمقراطية بدها دولة مدنية هي كانت عم تحابي هاي السلطة، هي عم تنتقد هاي السلطة. لكن هي، وهذا برأيي، وهذا أنا من رأيي إنه مو صح كقوى ديمقراطية نحن نتم بطرف معارض. أبدًا مو صح نحن نلعب دائمًا الدور المعارض. لأ، هن القوى الديمقراطية عم تسعى إنه هي تكون بالسلطة،
هلأ كيف رح يصير هذا الحكي بدّن يضل كتير طويل، لإنه كمان أنا ما فيني يعني كمان في شي نحن لازم ناخده بعين الاعتبار، إنه عندنا قوى ديمقراطية بسوريا، عندنا تكتلات سياسية، يمكن في ناس كتير ما بتعرفها على فكرة. غير المنخرط شوي بالسياسة بيعرف قديش في تجمعات وكتل وقوى سياسية بسوريا. لأنه في ناس أحيانا سوريين بيفاجئوني إنه وينهم هدول، وين موجودين. إنه أنا إمم، لحالي بعرف لي 20 30 حزب بسوريا مثلا. أنا حاضرة اجتماعات فيها 60 حزب مثلا. فهن موجودين، لكن أنا ما فيني أجزم إنه هن هلأ منظمين، إنه لأن الأرضية ما كانت صحيحة. يعني هن عم يشتغلوا بأرضية قبل الثورة كان في نظام استبدادي، وبعد الثورة نظام دبل استبدادي مع ثورة وصراع مسلح وتدخل دولي. فقد إيه هن منظمين، هذا كتير بيلعب دور. يمكن الوقت يعطيهم هي المساحة ليتنظموا أكتر. لكن أنا من معرفتي ومن انخراطي، أنا عضوة هلأ بالتحالف السوري الديمقراطي، وعضوة بالحركة السياسية النسوية، وعلى اطلاع على شوية على القوى السياسية الأخرى، ما في حدا عم يحابي هي السلطات. إمم، ما شفت، ما سمعت. لكن اللي عم يشتغلوا عليه هلأ بهدوء شوي، يعقدوا مؤتمراتهم، يكونوا موجودين بالداخل، يعرفوا هن ينظموا صفوفهم. لأنه إسقاط النظام إجا بشكل كتير مفاجئ. يعني حتى أوراقنا، حتى يعني الأنظمة الداخلية تبعنا كلياتها ممكن يكون بدها شغل وبدها تغيير. فبدهم شغل شوي داخليا. ومع هيك هن ما ساكتين، مثل ما قلت لك إنه نحن عندنا الشهر الجاي، إمم، الشهر هذا والشهر الجاي حيكون في 4 مؤتمرات. والدعوة لموضوع مثل ما قلت إنه إيه، بخوف إنه الدعوة تكون على أساس الشخصيات فقط. إمم، لكن إنه هي يعني حتى لما بدها تكون لهذا المستوى، إنه هي الشخصيات تكون مانا من لون واحد كمان. وخليني اقول لك حسب المشاورات يلي هلا تاجل المؤتمر شوي، بس قبل فتره كانوا عم يقولوا المؤتمر بده يصير باول الشهر، مش الحال على اساس 4 شهر. اهم، فكانت عم تصير مشاورات، لانه كمان الهيئه ما عندها هي العلاقات. يعني الهيئه كانت موجوده بادلب، علاقاتها محدوده ضمن ادلب. حتى كانت هي مقصيه، يعني انه مقصيه من قبل كل التيارات السياسيه. كل التيارات السياسيه ما بتحكي حقهم عن إيه، آه. بس كان عم ينحكى عن مشاورات إنه الدعوات تكون جغرافية. يعني إمم، إنه أهل حلب هن بدهم يرشحوا ناس من حلب، أهل سويدا هن بدهم يرشحوا ناس من سويدا. وهكذا. فهون بيلعب دور مين بده يكون موجود، لأنه كتير مهم. وبنحط إمم، تحت ألف خط مين بده يكون موجود، لأنه يعني هاي المؤتمر حسب ما سمعت كمان ممكن يكون على مراحل، بس بالنتيجة الأشخاص الموجودين هن يلي بدهم يحطوا هذا الأساس، اللي هو خلينا نقول الدستور، نعم، أو الحكومة بالمرحلة الانتقالية. وفي ملفات كتير بسوريا ينشغل عليه، بما في بأهم ملف العدالة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة. لأن يعني في مؤسسات شبه منهارة، يعني مؤسسة الأمن والجيش ما راح أقول منهارة 100%، شبه منهارة. فهذا بده كتير شغل وكتير جهد. نعم، وغير هيك يعني خلّيني أقول التحدي الأساسي هو المؤتمر، ومين إمم، بده يكون فيه، وشو أجندة المؤتمر. والتحدي التاني إنه نحن سوريا ما خلصت. يعني نحن عندنا شمال شرق سوريا في الإدارة الذاتية، في وبشمال غرب سوريا في الحكومة المؤقتة، بس ما هدول مانن إشكال كتير. لكن أنا باشوف هلأ من المُجدي جدًا هلأ، أو بعد واحد أثار بإنه الإدارة الذاتية هي مسيطرة على ربع مساحة سوريا. نعم، فشو شكل الحكم اللي رح نروح عليه نحن بعدم وجود ربع مساحة سوريا. اهم، فهي بدها، وأنا أبدًا لا أفضّل الحلول العسكرية بأي شكل من الأشكال. وزي ما قُلت قبل شوي الكل معه سلاح والكل قادر، والكل إمم، عنده مين يدعمه. يعني الكل اهم، إذا بدنا نحكي عن دول تدعم، إمم، يعني أي طرف بسوريا عنده حدا وراه يدعمه. فأنا بافضّل نعم، يعني هلأ من الأجدى إنه يفوتوا بحوار، بتفاوض مع يعني تفاوض عادل بين القوى اللي موجودة. إنه يكونوا موجودين، يعني الإدارة الذاتية أو منطقة شمال شرق سوريا يكونوا موجودين بالمؤتمر الوطني، اللي هن بدهم يساهموا ببناء سوريا. هن جزء من سوريا بالنتيجة.
أكيد فهذا تحدي كتير كبير وبده ينشغل عليه قبل المؤتمر، ما بعرف كيف، وهو كتير صعب ومعقد لأن الأيديولوجيا كتير مختلفة أكيد تمامًا. ف تمام. وهذا من التحديات الكبيرة يلّي عم نعيشها بسوريا. وغير هيك الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه بالأساس اللي له علاقة بالحقوق بشكل الدولة، مم. شكل نظام الحكم، شكل إدارة الدولة، من من المواضيع اللي بدها تتناقش بهي بالمؤتمر، وقبل ما تتناقش بالمؤتمر لازم تتناقش بين الناس. يعني نعم. إنه يعني شكل إدارة الدولة، نحن كنا دولة كتير مركزية. صح في عنا قانون يعني بيقول إنه نحن عنا لا مركزية إدارية، بس هذا القانون ما اتطبّق. بس دولة كتير مركزية، إذا هلأ بدنا نرجع مرّة تانية لدولة مركزية كارثة أكبر مم. آآ ضمن بالسلطات الحالية. يعني هي كانت كارثة مع سلطات الأسد وهي كارثة حاليًا. فهي مواضيع يفترض تنحط على الطاولة تتناقش بالمنتديات حاليًا، تتناقش بالشارع، تتناقش ضمن الكيانات السياسية، تتناقش ضمن الحكومة الحالية، السلطات الحالية. عندنا كتير ملفات بينشغل عليها بنفس الوقت، وما في أولوية لملف عن تاني. أوكي. أستاذ رويدة، أخذنا الوقت كثير. اللي إحنا كنا متفقين ساعة، صار ساعة و11 دقيقة بس. في بعض الملاحظات جاية بس أخليها تشوفيها. وفي ملاحظات بالكردية موجودة، أنا راح أترجمها إليك. وهي ما راح يتغير شيء بواحد وثلاثة، بالعكس راح يثبتوا حكمهم أكثر، شيرين تقول. وأيضا هذول لما ياخذوا الحكم ما بيتركوا لحدا، لأنهم يحكمون باسم الله ولأجل نصرة الدين. وفي ايضا انه هم يقولون انه احنا مو داعش، هاي الرفيقه تافقه تقول. لكن من الان بلشوا يعني يعملون مثل داعش. واحنا شفنا ممارسات هاي في اماكن اخرى من ضمنها كردستان، انه وهم اعدموا النساء بالشوارع وممكن يكررون نفس الشيء. وايضا في تحيه وتقدير لإلك. ورفيق محمود عثمان يقول تحياتي لكم، لا مكان لحرية الرأي ولا مكان لدور المرأة في أجندة هيئة تحرير الشام. آه، ومازن يقول نقطة مهمة جدا، يجب توحيد صفوف المرأة في جميع أطراف سوريا. وأيضا لكن يجب أن لا تهم مدنية الأحزاب الإسلامية. ملاحظات جاية على كلامك، أكيد أنت عندك آآ من يعني أنا هالكلام هذا. أتفق مع كل بس هاي الملاحظات. اوكي، بس انا بدي اثير نقطه هنا. إمم. استاذ الرويده، سواء قبلنا ام لم نقبل، سواء كان في اختلافات كبيره بين اطراف اللي يسمون نفسهم مدافعين عن الديمقراطيه، عن العلمانيه، عن المدنيه، باي اسامي. يعني حتى العلمانيه صارت كلمه مشبوهه في سوريا، يعني ما اعرف ليش هيك صارت كلمه الناس تنفر منها اساسا. الناس ما يتجرؤون يقولوا نحن علمانيين. هذا يدل على السيطره الثقافيه والهيمنه الثقافيه للتيار الاسلامويه بسوريا. ولكن كل هاي التيارات اللي تدعي او تتبنى هالتوجه هذا، اليوم يومهم على مود يوحدون صفوفهم. تجربه الاداره الذاتيه في شمال شرق سوريا ما راح تنجح بدون هالجبهه هاي. وتجربة الناس اللي يدافعون عن الديمقراطية والعلمانية ما راح تنجح بدون مشاركة الإدارة الذاتية. كائنا ما كان ملاحظاتنا حول الإدارة الذاتية، ممارساتها، سياساتها، أنا مو مع تجنيد الأولاد والأطفال، ما أقدر أسامح قسد على قيامها بهالشيء هذا. وأنا من الناس اللي انتقدوا هالتجربة هاي من هالزاوية، وانتقدناها حتى بكردستان قبل 20-25 سنة وقفنا بوجهها. ولكن المسألة أول وتالي الموضوع اللي إحنا في صدده في الوقت الحالي، مستقبل سوريا، ما ممكن أنه نكون مطمئنين أنه هذا الإرهاب الوسطي الجميل راح يكون جميل إلى ما لا نهاية. أنا ما أتصور أنه ما يعني، ولو هذه طبعا عبارة جدا يعني متناقضة مع نفسها، ولكن هي هاي الحقيقة، أنه إحنا نفرز بين الإرهاب اللي الداعشي، واكو ارهاب شويه احسن، هذا مو داعشي شويه. إرهاب cute. فاكيد مو هي هاي الطريقه، والطريقه المثلى. وطبعا احنا من العراق، احنا نعتبر نفسنا، وسوريا نعتبرها جزء من منطقتنا، واحنا نعتبر نفسنا جزء من اللي يجري بسوريا. ما ممكن انه مصائرنا مشتركه بمنطقه الشرق الاوسط والكل يتاثر ببعض.
وهذا هو السبيل الوحيد. تفضلي. يعني ما لحقت شوف كل التعليقات، لكن من وقت اللي قريتها نعم. كل هاي المخاوف نحن عنا إياها. نحن اهم. بنعرف كتير خلفية هيئة تحرير الشام، بنعرف كتير اهم. تاريخ الجولاني نفسه، وهو كتير بيحكي عن تاريخه، هو ما ننكر هذا التاريخ. نحن اهم. بنعرف كيف كان بالعراق، ولما نعم. انسجن ولما طلع ولما كان مع داعش ولما ترك البغدادي. هي مسيرة تحولات بحياة الجولاني نحن بنعرفها كتير منيح. الخلفية السلفية نحن بنعرفها منيح. وبنعرف خطورتهم على المجتمع السوري، بنعرف هذا الشيء كتير منيح. لكن يعني كمان هذا دور الطرف الآخر، يعني دور الديمقراطيين اللي هن عم يقولوا انه هن موجودين وهن قادرين يسلموا هاي البلد، دورهم يكونوا هن عن جد موجودين بشكل حي على الارض. يعني هاي المرحله بسوريا هلا في حريات. يعني اي حدا بده يعقد اي مؤتمر ما في اي جهه عم تمانع، بالعكس. يعني عم لك نحن كحركه سياسيه نسويه سوريه لما رحنا مشان نخبرهم انه نحب نعمل مؤتمر، كانوا مرحبين جدا. اهم. بعرف ليش مرحبين. اكيد نعم. مو فرحانين فينا ومو لانه هن متبينين اجندتنا، اكيد هن عندهم اسبابهم الاخرى يلي لها علاقه بالشرعيه. إيه آه، بالضبط، يتسولون الشرعية منكم، يتسولون الشرعية من أطراف ديمقراطية لا 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 هاي. لا مو منا، من إمم. اطراف اخرى بوجود يعني بالسماح نعم. لنا. يعني نعم. نعم. مش منا بشكل مباشر، نحن بنفهم كثير هذا الحكي. لكن هي فرصة لكل الديمقراطيين والديمقراطيات والكيانات كأشخاص كأفراد مستقلين ومستقلات، وللأحزاب السياسية والتكتلات الديمقراطية تكون موجودة وتبني حالها، تعمل تعبئة، تحشد الناس حواليها. هي مرحلة البناء. فهذا دورهم كتير مهم. خليني أقول لك العلمانية إمم. مشبوهة بسوريا، ليس فقط بسبب تشويه الإسلاميين لإلها، لا، بشكل أساسي العلمانية بسوريا نظام الأسد كان يدعي أنه هو نظام علماني، صحيح. فدائما مرتبطة العلمانية بسوريا، عم نحكي عن نعم. حالة سوريا، نعم. نعم. العلمانية مرتبطة بنظام الأسد. مشان هيك إمم. لما هلا انت بتروح بتقول انت علماني فانت مع الاسد العلمانية للاسف. غير الدستور 2012 وصار ديانة الرئيس الجمهورية لازم يكون مسلم، هاي علمانية يعتبروها. نعم. هو الأسد كان يدعي، هو الأسد، مع أنه نعم. عندنا ضمن الدستور دين رئيس الجمهورية، عندنا ضمن الدستور المرجعية الطائفية لكل إمم. الطوائف، يعني قوانين الأحوال الشخصية لكل الطوائف موجودة. لكن هو كان يصدر حاله أنه هو نظام علماني، نعم. لكن مش الحقيقة هو ما هيك. ف إمم. سوء المفردة، أولا عدم فهمها، نعم. عدم وضوحها بالنسبة للناس، لأنه بالنسبة لهم العلمانية مرتبطة كتير بالإلحاد، وهي نعم. أبدا مختلفة تماما، ما إلها علاقة بهذا الشيء أبدا، وارتباطها بنظام الأسد. مع العلم أنه خليني أقول لك، إذا هلأ بتنزل على الشارع السوري والناس اللي رافضين العلمانية بتسألهم شو العلمانية، هن ما بيعرفوا العلمانية غير أسد وإلحاد. يعني ما بيعرفوا العلمانية هي أنه الدولة بتحمي جميع الديانات والطوائف الموجودة بالبلد، دولة حيادية تجاه جميع الأديان، وفصل والدين منفصل عن الدولة. يعني إنه القوانين الدولة يفترض تكون هي قوانين مدنية نعم. لحتى تساوي بين المواطنين، فما في هذا الوعي. وخليني لك بس آخر شيء بموضوع الإدارة الذاتية. بفهم كتير موضوع اللي انت عم تحكي عنه، ونحن بالذات كحركة سياسية حكينا عنه أكثر من مرة، الانتهاكات اللي لها علاقة بتجنيد الأطفال بموضوع قسد. لكن مشكلة السوريين مع قسد هي أكثر، هي القيادة أو الحكومة العميقة بقسد هي مرتبطة يعني بالبي بخارج سوريا. فحقيقة إمم. هي المشكلة، حتى مشكلة التيارات الديمقراطية مع قسد. يعني وحتى صار قبل، يعني قبل سقوط النظام بكم يوم، بفترة قليلة، مؤتمر مسار ببروكسل، كان في مطالبة حقيقية من التيارات الديمقراطية بسوريا من الإدارة الذاتية، بأنه يعلنوا انفكاكهم، ومو مطلوب منهم يرفضوا البي كي كي،
إمم. يعني بهذا المؤتمر هذا الحديث كان بوجودي، إنه مو مطلوب منكم أبدًا تتبرّوا عن الBKK وتقولوا أنتم ما بتتبنوا أفكارها أو أنتم ما بتدعموها، لأ، اعلنوا فقط انفكاككم عن الBKK. هلأ بأوراقهم وبخطاباتهم بيقولوا إنه هن منفكين، لكن نحن بنعرف بإنه الBKK يعني الكوادر أو القيادات أو المتحكم هو من الBKK، وهي مشكلة التيارات الديمقراطية مع الإدارة الذاتية فقط، إمم. لأنه حتى الشيء اللي له علاقة بتجنيد الأطفال يعني أعتقد إنه كان موجود قبل فترة وما عاد أنا موجود. قُلتها كمثال يعني كمثال من الأمثلة، يعني لا قصدي إيه إنه هو هلأ إن التجربة لا تخلو من المثالب، هو هذا كان قصدي. طبيعي، طبيعي، بس مشكلتنا معاهم مثل ما قُلت لك، مشكلتنا معاهم كسوريين هي ارتباطهم الجذري مع الBKK، إمم. و والBKK يعني بغض النظر عن حركتهم، عن أهميتها، عن حقوقهم ضمن تركيا، عن رؤيتهم بكردستان يعني كردستان بشكل عام كدولة، بغض النظر عن أيديولوجيتهم أو هن شو بدهم، لكن كل التيارات الديمقراطية بسوريا، دايمًا أنا لمّا باقول كلمة كل قصدي الأغلب، إمم. إنه هي بتشوف تجربة الإدارة الذاتية هي، ودايمًا كنا نقول هي أفضل التجارب كانت على الساحة السورية، ما في تجربة إمم. منيحة كلّن كانوا سيئين على إمم. الساحة السورية، لكن هي كانت من أفضل التجارب. مع هيك هي النقطة هي عالقة، وباتمنى بالمرحلة اللاحقة يصير الحل اهم. سوري من خلال التفاوض، وما نضطر أبدًا لأي صراعات، لأنه إمم. أنا عم شوف هلأ من خلال متابعة الأخبار في دول ممكن تغذي هي الصراعات، اهم. صراعات عسكرية قصدي، أكيد. وسوريا متهالكة، مانا متحملة أي صراعات عسكرية لسه أكتر. أكيد. أكيد. شكرًا جزيلًا. أنا طبعًا أخذنا الوقت وصار ساعة و22 دقيقة، مع إنه أنتِ ممكن بحالة صحية جيدة جدًا، ولكن حبيتِ دعوتنا وما زلتِ معانا، وأنا ممتن جدًا لهاي الفرصة، وأتمنى مثل ما قلتِ مو بعد 5 سنوات، بعد فترة قصيرة يصير عندنا حوار آخر ونكون في ظروف أفضل. ونكون نشوف يعني خطوات عملية وواقعية على أرض الواقع في سوريا باتجاه مستقبل أفضل لناسنا وجماهيرنا وأهلنا في سوريا. شكرًا شكرًا جزيلًا. كتير لإلك، شكرًا كتير لإلك، وشكرًا كتير لكل اللي كانوا عم يشوفونا صبايا وشباب، نساء ورجال، وأنا كتير باحترم التجربة العراقية، ومثل ما قُلت لكم يعني نحن شايفينها قدّامنا، وعم نشوف تجربتنا السورية وعم نقارن، فمنكم بعاد عنا أبدًا، وتجربتكم كتير بتعنينا عم أوكي. تحذّرنا أنا كتير. أنا ما لازم أفوّت الفرصة، أنا مو من المدافعين عن التجربة العراقية، وإذا تريدون التجربة العراقية تتكرر أرجوكم لا آآ تعملوا. لا، لحظة، المحاصصة لحظة، والفيدرالية القومية أسلوب لتعميم الاستبداد بدون تكاليف، بدون ثواني. حتى ما يحتاجون شرطة يعممون الاستبداد، يعني الاستبداد موجود تحصيل حاصل. خلّيني أقول لك نحن عم نستفيد من التجربة العراقية بأخطائها. أوكي، هذه مفهومة. بأخطائها والجيد فيها، لكن أكتر بأخطائها صدّقني، بدي أكون أوكي. صريحة كتير إنه إيه، عم نشوف هي التجارب ونشوف وين أخطائها مشان ما نوقع نحن فيها، أوكي. بس شكرًا الواقع جزيلًا غير. مرة أخرى. شكرًا جزيلًا مرة أخرى، شكرًا شكرًا. لك، شكرًا كتير لإلك، شكرًا، السلام. سلامات. نعم أعزائي المتابعين، بهذا ننهي برنامجنا اليوم، على أمل اللقاء بكم في برامج أخرى، وسنستمر في تغطية ما يجري في سوريا، وهناك يعني لقاءات وحوارات أخرى مع شخصيات من سوريا قريبا. تابعونا، ساعدونا في نشر اللينك أو رابط البرنامج، وإذا ما مشاركين لحد الآن في قناتنا على اليوتيوب شاركونا، ما يكلفكم شيء، شاركونا وعرفوا أصدقائكم ورفاقكم بهذا القناة اللي هو قناة اليساريين جميعا، يناضل من أجل غد أفضل وحرية ومساواة لجماهيرنا في العراق وفي المنطقة. شكرا جزيلا مرة أخرى لمتابعتكم، وإلى اللقاء في برامج أخرى.